قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة عايز أحكي لكم موقف حصل لي امبارح وأنا بحضر للقصة دي. كانت الساعة حوالي 3 الفجر، وزي أي بني آدم طبيعي دخلت الحمام. فأول ما دخلت ولعت النور وتمام وزي الفل. بعد ثواني لقيت اللمبة اللي في الحمام بترتعش. وقتها أنا كنت بحضر القصة فكنت داخل في الأجواء. فطبعا وقتها أنا ما كنتش عارف أعمل إيه. المهم يعني بعد ما ارتعشت حوالي ثانيتين لقيت اللمبة اتطفت لوحدها. مشكلة إن أنا ما كانش ينفع أطلع بسرعة، أنتوا فاهمين طبعًا. بس طبعًا في ثانية حاولت أخلّص ورُحت طالع، وطبعًا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت أوضتي كمّلت القصة. فربنا يستر وشكل القصة دي أدامها مش خير عليّا. المهم يالّا بينا نبدأ القصة. قصتنا النهارده عن سعيد، شاب عنده 30 سنة. بيقول إن هو كان راجع من طريق الواحات بعربيته الساعة كانت حوالي 02:00 والطريق كان فاضي، ما فيش عربيات رايحة ولا عربيات راجعة. بيقول إن إحساسه وهو ماشي في الطريق ده لوحده إحساس مرعب من غير أي حاجة أصلًا ما تحصل. المهم هو كان ماشي مشغّل أم كلثوم وقاعد يدندن معاها، وهو داخل على الكيلو 135. الكيلو ده السواقين كلّهم بيقولوا إن في حاجات غريبة بتحصل، بس هو ما كانش حاطط في دماغه وبيقول الكلام ده أكيد خرافات. بس أول ما قرّب من الطريق حصلت حاجات غريبة. الأغنية بتاعة أم كلثوم وقفت لوحدها، والعربية قلّلت سرعتها لوحدها. كان قاعد يدوس بنزين بس برضه العربية مش راضية تسحب معاه خالص. وفي وسط اللي بيحصل ده لقى ست واقفة قدامه على الطريق. كانت واقفة على جنب، واقفة ثابتة ما بتتحركش. بس هو في اللحظة دي قال ممكن تكون واحدة محتاجة حاجة ولا عربيتها عطلانة. بس وهو بيقرب منها حس إن الهوا بدأ يقل، أكن الجو بقى مكتوم. وأول ما قرب منها قوي شكلها كان غريب. شعرها كان نازل عليها مغطي وشها كله، مش شايف ولا عين ولا بق ولا أي حاجة. وكانت لابسة فستان أبيض بس كان متوسخ من تحت، كأنه مجرور على الأرض. وهو بيعدي جنبها بالعربية في ثانية لقاها اختفت، ملقاش ليها أي أثر، كأنها كانت دخان واتسحب فجأة. وقتها طبعا قلبه وقف ومسك الدركسيون جامد وعينه على الطريق وقعد يزود بنزين. بس ودانه كانت مركزة على صوت غريب بدأ يظهر، زي صوت تكات خفيف جاي من الكرسي اللي وراه. وبعديها حس بتقل في العربية كأن حد قعد جامد على الكرسي اللي وراه. ولما بص في المراية شاف حاجة بيضة، زي طرف فستان أو حتة قماشة بس اختفت على طول. وبيقول طبعا وهو في اللحظة دي كان حاسس إن قلبه بيخبط في صدره من الرعب، وكان خايف يبص في المراية تاني أحسن يشوف حد. بس في نفس الوقت هو كان حاسس إن في حد قاعد في ظهره، فكأن في شخص بيبص عليه من ورا. وقتها هو كان ماسك في الدركسيون جامد بس إيده كانت بترتعش، وكان حاسس إن العربية ماشية لوحدها، كأنه هو مش سايقها أصلا. بيقول وقتها أنا حاولت أستجمع نفسي ومديت إيدي على المراية أعدلها عشان أشوف فعلا في حاجة ورا ولا لأ، ولا أنا دماغي بتلعب بيا وبتهيألي حاجات. بس لما حركت المراية شفتها، بس ما شفتش ملامحها، شفت إيد. كانت إيد صغيرة بيضة صوابعها مفرودين ومحطوطين على طرف الكرسي بتاعي. كانت الإيد شكلها غريب قوي، كانت باهتة وناشفة قوي. وأول ما عينيا اتقفلت ثانيتين من الصدمة سمعت نفس. النفس كان جاي من ورايا، كان نفس بطيء قوي، كأن حد بالظبط مقرب وشه ناحية ظهرك وقاعد بيتنفس بالراحة. وقتها أنا من رعبي كتمت نفسي، خفت أتنفس أحسن تسمعني وتعمل لي حاجة. بصيت قدامي على الطريق وأنا مرعوب. كان الإحساس اللي جوايا إن أنا خايف أتحرك لحسن تحس بيا، مع إنها كانت ورايا، بس ده الإحساس اللي أنا كنت حاسه وقتها. وبعديها حسيت بريحة غريبة زي ريحة كمكمة أو لبس مثلا بقاله كتير مبلول وما نشفش. كانت ريحة قوية قوي. وبعديها على طول حسيت بحركة خفيفة جاية من ورايا، كأن في طرحة بتطير ورايا. وبعديها على طول سمعت صوتها، كانت بتضحك ضحكة صغيرة ومخنوقة قوي. ومع الضحكة دي لقيت الكرسي اللي أنا قاعد عليه بيتشد لورا جامد. في الوقت ده أنا اتأكدت إن الموضوع ده مش هلوسة مني، ده في حاجة فعلا مش طبيعية موجودة. وبعديها لمحت في المراية إن الإيد اللي كانت محطوطة على الكرسي بقوا اتنين، الاتنين ماسكين ظهر الكرسي بتاعي من فوق. أنا أول ما شفت ده سمعتها بتقولي بص ورا. الجملة دي كانت واطية أوي، بس كانت واضحة لدرجة إنها فضلت ترن في وداني. أنا حرفيا وقتها حسيت إن رجلي اللي على البنزين بتتهز، أول مرة في حياتي أبقى سايق وحاسس إن أنا ممكن أفقد الوعي من الخوف. فضلت ساكت وباصص قدامي، ما بتنفس ما بحركش إيديا، مش عايز أجاوب أصلا. بصراحة ما كانش عندي الجرأة أصلا إن أنا أبص ورايا، بس هي كانت مستنياني. لقيت نفسها بيقرب مني قوي، كأنها اتحركت لقدام.
وقربت من ضهري لدرجة إن أنا حسيت بحرارة نفسها. كانت حرارة باردة أوي، باردة لدرجة إن قفايا بقى متلج. وبعديها سمعت صوت زي خربشة، كأنها بتحرك صوابعها على القماش بتاع الكرسي اللي أنا قاعد عليه. ومع كل خربشة كنت حاسس إنها بتقرب أكتر ليا. وبعد ثواني حسيت بصوت كأنها قامت وقفت ورايا. وقتها أنا كنت بحاول أفكر بعقل وأقول لنفسي ده وهم، أكيد ده خوف، ده ضغط، أكيد اللي بيحصل ده مش حقيقي. بس كل اللي قلته ده اختفى أول ما حسيت بإيد لمست ظهري. كانت إيدها باردة أوي، صوابعها كانت رفيعة جدا، وملمسها كان خشن أوي. لمست ظهري من فوق ولقيت إيديها بتتسحب ونازلة لتحت، كأنها بتتأكد إن أنا فعلا موجود. وقتها أنا من رعبي سبت الدركسيون وكنت عايز أبص لورا، لقيت العربية بتحود مني لوحدها. رحت راجع ماسك بسرعة الدركسيون وعادلها. وبعدين سمعت صوتها تاني، كانت بتضحك نفس الضحكة المكتومة، بس الضحكة المرة دي كانت قريبة من ودني قوي. وأول ما ضحكت لقيتها بتقولي بص يا، وراحت قايلة اسمي. في اللحظة دي أنا قلبي وقع حرفيا. هي مين اللي بتندهني دي أصلا، وإزاي حاجة بتندهني وأنا مش شايفها؟ وقتها أنا عيوني بدأت تدمع من الرعب. وعامة يعني أنا مش من النوع اللي بيخاف بسهولة، بس اللي حصل ده ما كانش طبيعي. وبعدين صوت نفسها بقى بيقرب أكتر، وإيديها اللي كانت على ظهري بدأت تزقني لقدام. وقتها من رعبي أنا بصيت في المراية عشان أشوف مين اللي بيزقني ده. بس لما بصيت في المراية شفتها المرة دي، كان وشها مكانه فراغ، كأنها حاجة سودة، وشعرها كان نازل لقدام وبيتحرك لوحده. وأول ما عيني ركزت على الفراغ ده لقيتها بتصرخ صرخة مرعبة. وأول ما صرخت لقيت العربية بتحدف يمين لوحدها، كأن حد بيشدها. حاولت أعدل العربية بسرعة وبعديها حسيت إن الدنيا وقفت حواليا. كان في صمت مالي العربية. وقتها أنا قلت جوايا شكل خلاص مفيش حاجة، وأنا فعلا كنت بتوهم. بس أول ما بصيت في المراية تاني شفتها، بس المرة دي كانت أكنها طايرة جوه العربية، ووشها الأسود كان بيقرب مني. وقبل حتى ما ألحق أخاف حسيت بإيديها الاتنين مسكوا كتافي. المسكة كانت قوية لدرجة إني كنت حاسس إن كتفي نفسه هيتخلع من مكانه. كانت بتضغط عليا جامد قوي، وبعدين بهدوء لقيتها بتسحبني لورا، كأنها بتحاول تشدني عشان أبقى معاها ورا، لدرجة إن الكرسي اللي أنا قاعد عليه من الشدة بتاعتها ظهره اتقطم. وقتها أنا كنت بقاوم فمسكت الدركسيون جامد، لدرجة إن ضوافري دخلت جوه جلد الدركسيون. كنت بقول لنفسي لو سبت الدركسيون ممكن مرجعش تاني. وهي وقتها كانت بتزود قوتها بتشدني أجمد لورا، لدرجة إن التيشيرت اللي أنا لابسه اتقطع. وفي الوقت اللي أنا باقاوم فيه ده حسيت إن نفسها بيقرب مني، ولقيتها قربت مني وبتقول لي هو أنت فاكر إنك هتهرب؟ وقتها أنا حرفيا قلبي وقف، ولقيتها بتشدني أجمد لدرجة إن جسمي اترفع من الكرسي. وأول ما حسيت إني خلاص مش قادر أقاوم لقيت العربية لوحدها داست بنزين. وقتها لقيت نفسي من الرعب بغمض عيني وأنا ماسك الدركسيون وقاعد أصرخ وأقول لأ. وأول ما صرخت جامد حسيت بإيديها بدأت ترخي، أكنها اتخضت من صوتي. وأول ما فتحت عيني لقيت المراية اتشققت لوحدها، كأن حد داس عليها. وبعديها بثانية لقيت الشقوق اختفت والمراية رجعت طبيعية. وبعديها الإيد اللي كانت ماسكاني سابتني، والعربية رجعت تمشي طبيعي تاني، وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وقتها أنا كنت ساكت مش قادر أنطق، مش مصدق إن اللي ورايا شدتني بالشكل ده وسابتني فجأة. بس أنا طبعًا وقتها ما كنتش مرتاح، كنت حاسس إن الهدوء ده وراه مصيبة. وفجأة الطريق بدأ يبقى ضيق، لحد ما بقى ضيق لدرجة إنه ما يشيلش غير عربية واحدة. وبعديها قدامي لقيت 3 مفارق ل3 طرق. اللي أنا باسمعه على ال3 مفارق دُولة إن ما حدش يُقف نهائي هناك، علشان المكان ده عند المدافن القديمة، وإن اللي لازم يمشي في ال3 مفارق دُولة اوعى يبُص وراه في المراية. المشكلة إن أنا لمّا كنت باسمع الكلام ده ما كنتش باصدّقه، بس المصيبة إن أنا فيه دلوقتي. وأول ما وصلت عند ال3 مفارق العربية وقفت لوحدها، والموتور بطّل لوحده، وال3 مفارق دُولة اللي على شمالي ما كانش فيه نور نهائي، واللي على اليمين كان شكله طبيعي شوية. بس الطريق اللي في النُص كان عليه نور خفيف أوي أصفر. النور ده كان شبه لمبة قديمة أوي بترتعش، بس الغريب إنه ما كانش له أي مصدر واضح، مفيش عمود ولا أي حاجة، مجرد ضوء موجود.
وفجأة سمعت صوتها تاني كانت بتضحك، بس الضحكة المرة دي كأنها مبسوطة إن أنا وصلت للمكان ده. وقتها حسيت إن هي كانت بتحاول معايا عشان توصلني للمكان ده. وفجأة لقيت العربية اتزقت لوحدها ناحية المفرق اللي في النص، وبعديها النفس رجع تاني بس المرة دي كان على ودني، ولقيتها بتقولي بصوت واطي جدا: تعالى هو ده طريقنا. وقتها أنا شعر جسمي كله وقف من الرعب. وبعديها لقيتها بتنده حد، كان الاسم غريب مش عارف أجمعه. وأول ما ندهت حسيت إن النور الأصفر اللي في الطريق بيزيد، وبعديها بدأت أشوف ظل قدامي كان ماشي متجه علينا، بس مشيته أكنه طاير. وقتها أنا مش عارف أفتح الباب وأجري ولا أدور العربية وأحاول ألف وأهرب، مش عارف أعمل إيه حرفيا، لحد ما الكائن ده قرب من العربية جدا. وقتها أنا بدأت أشوفه، بس هو ما كانش فيه ملامح، هو كأن بني آدم واقف ملفوف بكفن، ما كانش باين غير إيده نازلة من الجنب، وهو كان بيقرب بالراحة جدا عليا. وقتها لقيتها بتقولي في ودني: إحنا مستنيينك. معنى كده إن اللي قدام ده كمان معاها ومستنيني معاها. وبعديها لقيت الكائن ده قرب لحد ما وقف قدام العربية، بس كان واقف ثابت ما بيتحركش، أكنه مستني منها إشارة. وبعديها لقيته بيرفع إيده وبيشيل الكفن اللي على وشه، بس قبل ما يشيله الهوا بقى جامد جدا وبقى فيه عواصف كتير حوالينا. وأول ما شال اللي على وشه أنا كنت حاسس نفسي برجع جوه الكرسي، كأني عايز كرسي العربية يخبيني. وشه كان مرعب قوي، كانت ملامحه مشدودة جدا كأنها مرسومة على قماش الكفن اللي هو لابسه، وعينه الاتنين فراغ لونهم اسود لدرجة انك لو بصيت فيهم زيادة ممكن تحس انك هتقع جواهم. وشه تحسه كأنه عايز يبقى شبه البني آدمين بس مش عارف. وأول ما وشه اتوجه ناحيتي سمعتها ورايا بتقولي: هو ده اللي جاي ياخدك. لقيت نفسي بقول لها: ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ لقيتها ردت عليا بس مش بصوت واحد، بصوتين. كان الصوت اللي أنا بسمعه لما بتهمس في ودني وصوت تاني خشن جدا. لقيتها بتقولي: عشان انت جيت هنا لوحدك وفاكر ان مفيش حد شافك. بعديها لقيت الكائن اللي قدامي ده بيتحرك عليا، وهو جاي عليا لقيتها بتقولي: انت عديت من المكان بتاعنا واحنا كنا عارفين ومستنينك هناك. وقتها أنا دماغي كانت بتلف ومش فاهم حاجة، أنا كنت ماشي عادي في الطريق ما عدتش من مكان معين ولا حاجة. مكان إيه اللي بتاعهم ده؟ لقيت نفسي بقول لها وأنا مش عارف أطلع صوت: بس أنا معرفش، ما كانش قصدي. ساعتها الظل وقف ولقيتها بتضحك، لقيتها بتقولي: إحنا كنا مستنيين حد يعدي ويبص، المفارق دي بتاعتنا. انت بصيت على المفرق اللي في النص. اللي فهمته وقتها إن هي اللي جرتني للمكان ده، وإن هما اللي سحبوني مش أنا اللي رُحت بمزاجي. بعديها لقيت الظِل بيمد إيده عليَّ، كانت طويلة أوي ورفيّعة، والعضم فيها كان كلّه باين. الإيد كانت بتتمد ناحيتي بالراحة جدًا، وقبل ما إيده تلمسني لقيت جسمه كلّه بيتهز، واتسحب ورا فجأة، كأن حد شدّه بسرعة. بعديها حسيت إن هي اتعصبت، نفسها بقى أسرع وصوتها بدأ يطلع متقطّع، وبتقول لي: وقتك لسه ما جاش. بعديها لقيت الكائن اللي قدامي ده بدأ يختفي كأنه بخار، بس هي ما اختفتش. لقيتها قربت مني جامد وبتقولي: هنرجع لك بيتك، بس المرة الجاية لما تعدي من هنا ما تعديش غير لما تبص. بعديها لقيتها اختفت هي كمان. وقتها أنا مش عارف ايه اللي حصل، ايه اللي خوفهم أو ايه اللي مشاهم، بس لقيت نفسي بدور العربية وبلف وبرجع طيران على البيت. وأول ما وصلت عند بيتي نزلت من العربية بسرعة، بس الغريب إن أنا أول ما نزلت النور بتاع الصالون اللي في العربية نور لوحده، وسمعت صوتها تاني بيهمس في ودني بتقولي: لسه هنتقابل لأن الطريق بقى طريقك. وقتها أنا قفلت باب العربية وسبت النور وطلعت بيتي بسرعة. ومن اليوم ده أنا عمري ما مشيت في طريق الواحات ده تاني ولا حتى بقرب منه، لأني عارف إن هي لسه مستنياني. وبكده تكون خلصت قصتنا، وممكن يبقى ليها جزء تاني لو العروسة رجعت لبطل القصة تاني. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، وإن شاء الله عايزين نوصل ل10,000 مشترك في أقرب وقت. سلام يا أصدقائي.